من حيكاريا العريق والتاريخ في اسطنبول عاصمة الإمبراطوريات الثلاث الرومانية والبيزنطينية والعثمانية لتخلق مزيجا عمرانيا مثل كاريا. كاريا المعبد الروماني والكنيسة البيزنطينية والمسجد بطراز عثماني والمتحف أيضا. أما اليوم وعلى خطى آيا صوفيا كاريا تفتح أبوابها كمسجد. فما هي قصة كاريا؟ وإلى ماذا ترمز الرسومات والفسيفساء فيها؟ هذا ما سنتابعه في التقرير التالي. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. نحن الآن في الفناء الخارجي لمسجد كاريا، وهي كلمة يونانية تعني المنطقة الريفية أو القرية. شيدت هذه الكنيسة على أنقاض معبد روماني في القرن الخامس لتستمر ككنيسة أرثوذكسية حتى بعد الفتح العثماني لنصف قرن، وبالتحديد عام 1511 تم تحويلها لمسجد بزمن السلطان بايزيد، ولكن بعام 1945 تتحول إلى متحف بقرار مجلس الوزراء، لتعود في عام 2024 بقرار رئاسي لمسجد، أي بعد 79 عاما. ولكن بالرغم من تحويلها لمسجد في الزمن العثماني، إلا أنه تم الحفاظ على الإرث التاريخي، وتم إخفاء الرسوم بطبقة رقيقة من الجبس وإضافة المحراب والمنبر. أما اليوم تم إعادة ترميم المسجد مع إظهار الفسيفساء والرسوم والنقوش ضمن الأروقة والكوريدورات، وتغطية الرسوم ضمن الحرم الداخلي فقط حيث تسمح الصلاة. نحن الآن في الرواق الخارجي الذي يتألف من رواق أيمن وأيسر. الرواق الأيمن تغلب عليه الرسوم مقارنة بالفسيفساء، حيث تروي هذه الرسوم والنقوش والشخصيات قصص وأحداث وتفسيرات من الإنجيل. وهنا نلاحظ الفن البيزنطي الذي تم الحفاظ عليه بالرغم من تحويلها لمسجد، وتجدر الإشارة أنه في زمن الحروب الصليبية وفتح اسطنبول كنيسة كاريا لم تتعرض لأذى. وعلى العكس قام المعماري العثماني سنان بدعمها وترميمها، بالإضافة إلى ترميمات مستمرة منذ استقلال تركيا. عند مناقشة قضية تحويل الكنائس لمساجد بشكل عام نجد الكثير من اختلاف وجهات النظر، فالبعض يرى أنه يجب الإبقاء عليها كنيسة كأثر مسيحي بيزنطي، أما البعض يرى أنه يجب أن تبقى كأثر تاريخي، أي تحويلها لمتحف. والرأي الآخر يقول أنه تم بيعها ضمن عقود في العهد العثماني، وأخطأ مجلس الوزراء سابقا بتحويلها لمتحف. وأيضا لماذا لا نتحدث عن كونها بالأساس معبدا رومانيا وليس كنيسة؟ مهما كانت الآراء لا يهم، فهي اليوم بالإضافة لآيا صوفيا مسجد بعد طول انتظار. هنا الرواق الخارجي الأيسر الذي يضج بالفسيفساء من روائع الفن البيزنطي لشخصيات مسيحية وأحداث وقصص إنجيلية. أما بالنسبة للجدران في الرواق الخارجي مصنوعة من الطوب الأحمر، بخلاف الكوريدور الداخلي والحرم المغطى بالرخام الطبيعي الملون. أسفل هذه اللوحة الفسيفسائية المتقنة التي يصفون بها السيد المسيح تقع بوابة الرواق الداخلي. الرواق الداخلي الصغير بحجمه مقارنة بالخارجي، حيث الجدران رخامية من أروع أنواع الرخام الملون، مع سقف مقبب يجمع أجمل اللوحات الفسيفسائية.
بالنسبة للحرم فهو بجدران رخامية طبيعية ملونة ورائعة مع تغطية لكافة الرسوم واللوحات الفسيفسائية، وتم إضافة منبر خشبي بسيط ومحراب رخامي عثماني. أما السقف فهو عبارة عن قبة كبيرة من الطوب. والآن بعد 79 عاما أصبح بالإمكان الصلاة هنا ورفع الأذان. مع نهاية جولتنا لحي كاريا وزيارتنا لمسجد كاريا، أتمنى أن يكون التقرير وافي وعلى قدر المسؤولية تجاه الأهمية التاريخية والدينية للمكان. كما أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. الآن نحن في مشاهد من حي كاريا، أستودعكم الله وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلام.